عارف إن أول بنك في التاريخ بمفهومه القريب لينا ظهر في إيطاليا في القرن ال14، وكانوا بيقعدوا على ترابيزة خشب اسمها بانكو. ومن هنا جت كلمة بنك. والمعلومة اللي قليلين يعرفوها إن لو المقترض أفلس كان الناس بيكسروا الترابيزة بتاعته كنوع من إشهار الإفلاس. وده أصل كلمة بانك رابت أو إفلاس. النهاردة إحنا مش هنكسر ترابيزات بس هنشرح الترابيزة الرقمية اللي في جيوبنا كلنا، تطبيق نيكست كاش. قبل ما ندخل في التفاصيل، التطبيق ده بيقدم موافقة سريعة، إجراءات من غير ورق، وفلوس بتسمع في محفظتك في دقايق، خدمة 24 ساعة. والأهم إنه بيقبل فئات كتير من غير تعقيدات البنوك. وفي آخر الفيديو هقولك على الخلاصة وخمس عيوب قاتلة وخمس نصايح ذهبية قبل ما تدوس تثبيت. بص يا سيدي، تطبيق نيكست كاش ببساطة هو تمويل استهلاكي أو قرض شخصي مصغر، ميكرو لون. وظيفته الحقيقية إنه يسد معاك في الزنقة اللي قبل آخر الشهر. يعني لو في عرض مش عايز يفوتك ومحتاج سيولة فورية. الميزة اللي بيبيعها لنفسه انه اسرع من البنك وبدون ضامن حقيقي غير بيانات موبايلك. طيب التطبيق ده لمين؟ مناسب جدا للشباب اللي لسه بيبدأوا حياتهم او الموظفين اللي محتاجين مبلغ بسيط، 1000 2000 5 يمشي بيهم حالهم. مش مناسب اطلاقا لحد بيدور على تمويل مشروع كبير او لشخص ما عندوش دخل ثابت يقدر يسدد بيه في مواعيد قريبة جدا، لان اللعبة هنا في الوقت. اول ما بتحمله بيطلب منك رقم موبايلك وكود التفعيل اللي بيبعتولك على الرقم بتاعك. الخطوة الجاية هي بيت القسيط بقى. بيطلب منك تصوير البطاقة وش وظهر، وتظهر صورة سيلفي حيوية يعني لسه حديث عشان يتأكد ان صاحب البطاقة هو صاحب الصور. اهم اعداد بقى تعمله هو انك تراجع الاذونات بروميشن. التطبيق بيطلب يوصل لجهات الاتصال والرسائل والموقع. بعد كده بيحدد المبلغ اللي محتاجه وفترة السداد، وتختار هتستلم الفلوس فين، محفظة إلكترونية مثلا ولا ايه. طيب التطبيق واجهته سهلة جدا، مش محتاجة عبقرية. السرعة فيه حقيقية، والموافقة فيه ممكن تتم في أقل من ساعة لو بياناتك كاملة. الميزة المخفية إنك كل ما بتلتزم السكور بتاعك بيعلى والمبالغ المتاحة ليك بتكبر بفوائد أحن شوية من البداية. طيب العيوب بقى والفخ ايه؟ العيب القاتل اللي هو الفايدة المرتفعة مقارنة بالبنوك العادية، وده تمن السرعة. في ضغط نفسي بيحصل لو اتأخرت يوم واحد، السيستم بيبدأ يبعت تنبيهات مكثفة. كمان في فخ المصاريف الإدارية اللي بتتخصم من أصل المبلغ قبل ما يوصلك أصلا. يعني لو انت طالب 1000 جنيه ممكن يوصلولك 700 وتدفعهم بعد كده 1100 بفوائدهم. ده كل ده خلال أسبوع واحد. فطبعا لو انت عايز بقى المبلغ اعمل زي كروت الشحن كده، انت عايز صافي كام واطلب ازيد منه عشان ياخد هو المصاريف الاداريه وتوصل لك انت الفلوس صافي. طيب لو عايز كارد يتقبل بسرعه، سجل من موبايلك عليه داتا حقيقيه، رسائل قديمه، جهات اتصال كتيره، لان خوارزميات التطبيق بتقيم ثقتك من خلال نشاطك الرقمي. وإياك تقفل الاذونات بعد ما تاخد الفلوس مباشره، لان ده ممكن يقلل من تقييمك في المرات الجايه. الخصوصيه والتحذير، انتبه جدا، التطبيق بياخد صلاحية الوصول لجهات الاتصال. يعني لو فكرت تتذاكى وما تسددش، هم معاهم ارقام قرايبك واصحابك، وممكن ده يسبب لك احراج شديد جدا. مش فخ مخفي يعني، لكن ده مكتوب في الشروط، بس مفيش حد بيقرا الشروط للأسف. طبعا لو انت بنت فالموضوع اكبر واصعب كتير. في السوق مليان بتطبيقات زي فوري وامان وكاشات. نيكست كاش بيحاول ينافس في سهولة الاجراءات. هو احسن في السرعة بس ممكن يكون اغلى شوية في المصاريف الادارية من المنافسين الكبار الرسميين. ويا ريت نصيحة مني تحاول تسدد قبل الميعاد بيوم ولا حاجة، لان احيانا التطبيق بيعلق عشان ما تسددش، وفي نفس الوقت تاني يوم على طول يطلب منك فايدة او غرامة تأخير عشان انت سددت متأخر. التطبيق يستاهل ولا ما يستاهلش؟ يستاهل لو انت مزنوق فعلا ومحتاج مبلغ صغير ليومين تلاتة وهتسد. وما يستاهلش لو هتاخده منظرة او تشتري بيه رفاهيات، لانك هتدفع تمنها غالي قوي في الفوائد. التطبيق سريع جدا في التحويل، وده اكتر تعليق عليه لايكات. واحد بيقول التطبيق سريع جدا في التحويل، بس يا ريت تقللوا الفوائد شويه وتزودوا مده السداد لان اسبوع مش كفايه. لو عجبك الفيديو واستفدت مني، شير ولايك وسبسكرايب، واكتب لنا في التعليقات لو استخدمت التطبيق قبل كده وكان رايك فيه ايه، وانا هثبت تعليقك عشان الكل يستفيد من رايك. سلام.